ولن يوحد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وثالث أجزاء هذه الحلقة من شعر العرب، وآخر الأجزاء أيضا، ولقاء مع الشاعر محمد ملوك. أهلا بك يا محمد. أهلا بحضرتك. منور الدنيا وسعيد بلقائي بك. محمد ولد بمحافظة الدقهلية عام 1983. حصل على ليسانس الآداب والتربية في اللغة الإنجليزية من جامعة المنصورة، وكان رئيسا لنادي أدب جامعة المنصورة من عام 2003 وحتى عام 2008. أسس أيضا جامعة تجاوز الأدبية بالمنصورة. حصل محمد ملوك عدة جوائز، منها المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في مسابقة أكاديمية أخبار اليوم عام 2006 عن قصيدة فانتازيا، والمركز الأول بنفس المسابقة عام 2007 عن قصيدة رع. أصدر محمد ملوك عدة دواوين شعرية، أذكر منها أنت الذين أحبهم، أحتاج مزمارا لأصبح حاويا، وديوان الثورة. أهلا بك مرة تانية يا محمد. وخلينا احنا كنا مختلفين انا وانت قبل اللقاء على طول على احتاج مزمارا لأصبح حاويا ولا حاول تري. هو الفكرة كلها ان هي القصيدة نفسها ده ايقاع الوزن يعني. فبدايتها بتقول احتاج مزمارا لأصبح حاوي، وربابة لأقول قال الراوي. تمام. فهي الإيقاع في لازمة شعرية، لازمة يعني. انما اللغة الأدق يعني احتاج مزمارا لأصبح حاوي. طبعا اكيد. ولكن لدينا في تاريخ الشعر تسكينات كثيرة. هو عشان هو عنوان مش في قصيدة، مش بنقراه في النص، فده دي الاختلاف اللي كان ما بيني وما بينك. خلينا ما نختلفش بقى ونعرف منك اكتر عنك وعن مشوارك وعن بدايتك ازاي. وواضح ان انت يعني عندك مشوار مع الشعر. والله البداية كانت من القرية في المقام الأول يعني. البيئة نفسها بتفرض. انت منين بالظبط في الدقهلية يا محمد؟ أنا القرية بتاعتنا اسمها شرقية المعصرة. دي شرقية المعصرة؟ تمام. منها الدكتور عبد القادر القط. الله يرحمه طبعا. الله يرحمه، هو جدي. والله طبعا. تشرفت. كان علم طبعا. طبعا. ونفس القرية يعني، نفس البيئة. فالإنسان يعني بيستقي. تابع لأي مركز في الدقهلية يا محمد؟ بالقاس. في بالقاس. بالقاس أيوة. فالإنسان بيستقي معلوماته وطبيعته والحياة كلها من البيئة اللي حواليه، مش أكتر يعني. فبتأثر يعني. أنا بدأت خطواتك مع الشعر إزاي يعني كالعادة اللي هو بحفظ القصائد اللي بتدرس علينا وفي الإذاعة والكلام ده، ولا كان بدأت منين معك؟ والله أنا ذاكرتي ضعيفة بالنسبة للحفظ يعني. فأنا لم أحفظ شعر. كويس. انت مختلف شويه عن هي الفكره كلها يمكن تاثير اذاعه القران، لان كانت شغاله عندنا في البيت دايما يعني. فاللغه نفسها يعني في الانصات الى هذه اللغه العربيه الرصينه تربيت عليها، شئت بقصد او بغير قصد. فبالتالي انضجت فكره اللغه نفسها، فاصبحت سليقه. فبدات انا كتابه الشعر تقريبا 10-11 سنه يعني. يعني طبعا انت فاهم، بتبدا مش مظبطه بس تستمر يعني. بدايات يعني مرتبكة، وبعد شوية بس ايه اللي بيخلي الواحد يستمر في الكتاب؟ والله فكرة الاستمرار هي فكرة الشعور. فما دمت تشعر فأنت مستمر. ما أصله معظم الناس تقريبا نادرا ما هتقابل حد يقول لك ان هو ما كتبش حاجة في حياته الأولى، يعني في طفولته أو في فترة مراهقته أو كذا. ايه اللي بيخلي ده يستمر وده ما يستمرش؟ بص حضرتك، الفكرة كلها فكرة القفزات في الحياة أو مفاجآت الحياة. في مفاجآت بتكون صادمة بتخلي الإنسان يتوقف، وفي نفس الوقت ممكن هذه المفاجآت الصادمة لشخص آخر تجعله يستمر. فالفكرة كلها في الشخص نفسه وفي البيئة اللي حواليه زي ما قلنا. في الجامعة يعني، والنشاط واضح من سيرتك الذاتية، نشاط واسع في عالم مع الكتابة والإبداع وكذا، نادي الأدب، وكمان مسابقات واشتراكك في أكثر من مسابقة وحصولك على جوائز فيها أيضا. هذا التفجر اللي حصل في الجامعة، هل كنت تخطط له يعني، ولا برضه مسألة جت قدرية؟ بطبيعتي أنا بحب أسيب الأمور تمشي بطبيعتها. بس طبعا يعني انت بتتفاجئ بنفسك يعني، فبتحاول تظهر ده للناس. وطبعا انت مش هتحكم على نفسك يعني، انت بتقول ده اللي عندي بس مش اكتر. فبتكتشف نفسك مع اكتشاف الاخرين ليك يعني. ازاي افادتك هذه الفترة يا محمد؟ والله هي الجامعة فترة سرية في حياة
يعني كل جامعي. بس في طبعا الحياه في العموم صحيح. طبعا. انما على مستوى الابداع، على مستوى الكتاب. والله على المستوى الابداعي الاحتكاك، يعني احتكاك بجامعات اخرى وباصدقاء، وممكن معظم اصدقائي الشعراء اللامعين حاليا يعني عرفتهم في فتره الدراسه يعني. فطبعا الاحتكاك والغيره الادبيه بتفرق كتير مع الانسان فيما بعد يعني. ما كانش عندك احتكاك باصول الثقافه يعني اظن قصر ثقافه المنصوره كان قصر الثقافه ثري جدا، وهناك الكثير من الندوات والفعاليات اللي بتعقد فيه. كان في تواصل مع المحيط ده؟ بص حضرتك، هو بوجه عام هذه الاماكن ممكن تسمعها حضرتك يعني شبه حكوميه. ففكره الروتين، انا ما بحبش الروتين. عشان كده عملنا جماعه سميناها تجاوز. تجاوزنا هذه الاشياء. ايه تجاوز يعني؟ والله كانت جماعه ادبيه هدفها الرئيسي انها تتخطى العقبات، ويبقى هدفها الرئيسي الادب والكلمه الصادقه انها توصل للجميع مش اكتر يعني. وللاسف لم تستمر يعني. انفضت طبعا. يعني ما طولتش. لم تستمر. ده كان وقت الجامعه بس. كان وقت الجامعه ايوه. طيب خلينا نقرا قصيده قبل ما نكمل الحوار يا محمد. في قصيده: أين آخرك الآن من أولك، بعد أن أفلت الخيط من مغزلك، تهربين بعيدا ولكنني قد أكون هناك بمستقبلك، رب يوم تعثرت في سلة خيم العطر فيه على مخملك، ملأوا منك أعينهم بينما كانت الشمس تشرق من منزلك، إن هم استبقوا بقرابينهم فأنا لست من تاجر أو ملك، فوسبت إلى النار مستصغرا كلما قربوه إلى هيكلك، لست أخشى سوى رغبة ربما أججت ثم مكنت من مقتلك، الذين تظنين خيرا بهم كلهم يشتهي الماء من جدولك، بكرة يرجعون إلى أصلهم عندما تنتهي دورة الزنبلك. حلو الكلام. بدأت نشر يعني أنت عندك 3 دواوين، في أكتر؟ لا أنا عندي 2 مطبوعين. 2 مطبوعين وواحد تحت النشر تحت الطبع يعني. وأكتر من ديوان تحت الطبع. اللي طبعوا أنت الذين أحبهم وأحتاج مزمارا، صح كده؟ بدأت نشر دواوينك، أو فكرت إنه خلاص بقى آن الأوان إن تنشر ديوان؟ فكرتي في النشر يعني أنا شايف إن الشاعر بوجه عام هو مبدع. فأنا ما أحبش أصرف على ان انا انشر ديوان بفلوسي. ما احبش ده يعني. هو ده السائد دلوقتي اظن في عالم النشر الشعر. هو كله بقى كل ده طبعا ده مبدئي. انا مبدئيا انا كتبت شيء انا اراه ذو قيمه، اراه ذو قيمه، فبالتالي يعني لابد ان يجد من يطبعه. ففي اتجاهات كتير، في ناس بتقدم في مسابقات بتنشر، وفي ناس بتقدم في أصول الثقافة وفي الهيئات وكده في النشر الحكومي يعني. تمام. نعم. فأنا مبدئي إن أنا وبعدين برضو بدي نفسي فرصة راجع أشوف اللي أنا يعني أقدر أحطه في ديوان وأكون راضي عنه. الديوان الأول تقريبا كنت كاتبه أيام الجامعة، كله أيام الجامعة ما عدا حاجات إضافات بسيطة فيما بعد يعني. لم ينشر إلا السنة الماضية. فاز بجائزة مركز عماد قطري للإبداع، ونشروه مشكورين يعني. جميل. والديوان الثاني فاز بجائزة الاتحاد العالمي للشعراء، ونشروه مشكورين برضه في نفس العام يعني. كانت مفاجأتين يعني أسعدت قلبي بشكل كبير. خلينا نبقى مع الشعر. تكتب الشعر العمودي فقط يا محمد؟ الديوان الأول كله تفعيلي، والثاني عمودي وبه تفعيلة، واكتب النثر ايضا. انحيازاتك الجماليه لشكل القصيده او لشكل القصيده بتاتي من اين يعني؟ من اين او كيف يعين لك ان هذه القصيده ستكتب نثريه او ستكتب تفعيله او كذا؟ هي تفرض نفسها.
القصيدة تفرض نفسها وقتما شاءت. بالنسبة لرؤيتي في الجماليات الكتابة والجمال، ما يعني القصيدة إما ومضة وإما صفعة، ما دون ذلك بين لن يكون في شعر، يكون نظما كلاما. إنما الشعر يعني فن راقي، يعني ممكن تسميه يعني درجة من النبوة لم يرسل بها نبي. قراءتك بتتمحور حول أي الفنون؟ أنا كل ما يقع تحت يدي فهو قابل للقراءة في أي مجال. مين أكتر بتفضله من الشعراء؟ والله أنا أفضل أو أحب يعني قامتين كبيرتين في الشعر العربي، المتنبي وأبو العلاء المعري. هذان الاثنان قيمتان كبريان. وطبعا تعرف أبو تمام يعني مشهورين يعني، بس هذان هما أحبهما إلى قلبي، أحب الشعراء إلى قلبي. محمد، يعني حركة الشعر العربي المعاصرة بها الكثير من الإشكاليات، يعني قضايا كبرى اختفت، وصار المشهد يعني مليئا بالكتابات الشعرية المنكفئة على ذواتها، والتي تبحث في الداخل ولا تنظر لما يحيط بها من المجتمع ومن حياة. وهذا اتهام موجه للشعر دائما في الفترة الأخيرة، أن الشعر أصبح منفرا وأصبح بعيدا عن الجمهور بسبب مثل هذه الأشياء. إلى أي مدى أنت بتتفق أو بتختلف مع هذا؟ أنا أتفق بنسبة كبيرة مع كلام حضرتك. ممكن عودا على بدء أقول لحضرتك السبب الرئيسي لحاجة زي كده. بداية هو أصبح الشعر فن كل من هب ودب، والجمهور يعني ذواق، يعني لابد أن لا نظلم الجمهور، ذواق. فأنت تنفر الجمهور بضجيج ما يحدث في صالونات كثيرة وأماكن كثيرة، من يعني الناس لا تفقه شيئا وتتكلم بالساعات، هكذا أنت بتطرد الجمهور. فالفكرة كلها فكرة ان انت لو يعني جالبت ما هو حقيقي لأسعدت الجميع ولا صار للشعر مكانته الحقيقية. على الجانب الآخر ينظر لهذه الأزمة وهذه الإشكالية، يعني إشكالية الجمهور وإشكالية التلقي في العموم، إلى من زاوية أخرى، وهي فكرة أنه أو الذي يدافع يعني يرى الأمر من هذه الزاوية التي سأذكرها، لكنه أن الجمهور أصبحت ضائقته بها مشاكل، وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها التعليم ومن بينها أشياء كثيرة. وبالتالي إذا قدمت له ما درج عليه من معرفة وكذا، فأنت تساهم في تقليل الوعي لديه وليس في زيادته. بص حضرتك، احنا لو تكلمنا عن النقطة دي، طبعا احنا دلوقتي في القرن 21، ففي حاجة اسمها الحداثة يعني. فبالتالي ما اعرفش اخاطب انسان بلغة عصر قديم. من يخاطبون المجتمع بلغة المجتمع يصلون بسهولة. نحن في عصر سريع، يحتاج القصيدة السريعة، يحتاج الفكرة المدهشة والبسيطة في آن. لو استطعنا أن نفعل هذه الأشياء سنصل للجميع بكل سهولة. لا يجب الوقوف على الطلل في هذا الوقت. كل من يأتي على رسم لا وقت وقف النظر لو كان تمام كما قال أبو نواس. طيب خلينا نقرأ قصيدة أخيرة في اللقاء يا محمد، لأنه تقريبا الوقت انتهى. أقول لحضرتك قصيدة قصيرة. اتفضل. بعشقي تقسمين صدقت مايا، ولكن تعشقين معي سوايا. مجانين الغرام تركت فيهم ضحايا يسألون من الضحايا. ولست فتى كذي الفتيان غرا، ولست صبية مثل الصبايا. عضضت على لساني يوم أمس، وألقيت الشفوف على المرايا.
فلم أكمل حديثا ظل منه على شفتي من كرز بقايا. عوى نهداك فانتبهت ذئابي وكم زينتي كالخمر الخطايا. شكرا. محمد، يعني أخيرا شايف بكرة بالنسبة لك إزاي؟ ما دام فيه غد ففيه أمل. هكذا أرى. لولا الأمل لفقدنا طبعا أكيد. عايز تعمل أنت إيه في حياتي يعني؟ والله أنا بص حضرتك، فكرة الشعر يعني لأكون صادقا، يعني نحن نتحدى من منذ قال امرؤ القيس كيف نبكي حتى اللحظة الآنية. من لم يثبت نفسه فلا داعي لما يكتب. لابد أن يكون لنا بصمة وأن يكون لنا وجود. هذا ما أسعى إليه. أنا بشكرك جدا يا محمد، وسعيد بلقائي بيك، وأتمنى لك كل التوفيق ومزيد من الإبداع. الشكر كله لحضرتك ولأسرة البرنامج. شكرا جدا، نورتنا يا أبو حميد. محمد ملوك، الشاعر محمد ملوك، كان معي في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة من شعر العرب. سعدت بكم مشاهدينا الكرام، وآمل أن نكون قد قدمنا ما يسعدكم وما يمتعكم من وجبة شعرية مررنا بها عبر 3 تجارب شعرية عرضناها لكم من خلال هذه الحلقة من شعر العرب. الحلقة القادمة إن شاء الله مزيد من الشعر ومزيد من الإبحار في عوالم الشعر السحرية. تحياتي.